مساء الخير. سعيدين بحضورنا وبمشاركة مجموعة من الفنانين الجميلين للفن التشكيلي في فيينا تحت رعاية البيت العربي النمساوي للثقافة والفنون. تنويع جميل، ألوان ساحرة، خطوط تحاكي الروح والجمال. هذه تظاهرة من تظاهرات النشاطات للبيت العربي ومجموعة من الفنانين في النمسا، فيينا بالتحديد، الأنس والجنة. أهلا وسهلا فيكم ويسعد مساكم. أنا سعيد جدا النهارده حقيقي إن أنا بشارك في كوكبة رائعة من الفنانين العرب والأوروبيين في المعرض الرائع المتعدد اللي بينظمه البيت العربي النمساوي للثقافة والفنون، وهو حقيقي بيدي السعة اللي بيقدمها البيت العربي النمساوي من حيث تنوع الفنون اللي بيتم عرضها سواء من لوحات فنية أو أعمال يدوية رائعة. وسعيد إن أنا شفت تجميعات الانتاج بتاعت الفنانين، خصوصا الفنانين الاصدقاء زي الاستاذ زياد حسن اللي فاجئني النهارده، مش بس بما علمي عنه ان هو راجل متعدد المواهب ككاتب واديب ورسام فنان تشكيل، ولكن ايضا المجسمات الرائعه، هذا النوع من الفنون الآسر جدا اللي فيه اخلاص وبيبذل فيه اهتمام بأدق التفاصيل الإنسانية والتفاصيل اللي صنعت الإيد بتاعت الفنان. فيعني تنوع رائع وهائل ومثري جدا جدا. واختيار المكان الفاسركورن الفريد من نوعه في فيينا واعتقد في النمسا كلها لإقامة مثل هذا المعرض، ده يعني علامة على النجاح الحقيقي اللي بيرسخه البيت العربي النمساوي للثقافة والفنون في المجتمع فيينا وفي المجتمع النمساوي والأوروبي بصفة عامة. تحياتي، شكرا. Ja, grüß Gott. Ich begrüße Sie hier in den Wasserturm im 10. Bezirk zu einer Gesamtausstellung zwischen arabischen und österreichischen Künstlern. Und ich bin hier mit zwei Bildern vertreten. Vollmond in Schwarz-Weiß, wo ich mit Acryl gearbeitet habe. Und Mystic Tree, da ist auch der Vollmond das Thema. Und da habe ich gearbeitet mit Struktur, mit Acryl und mit Öl. مساء الخير، رانيا الحداد من فلسطين، عضو البيت العربي النمساوي للثقافة والفنون. أول مرة بشارك اليوم في المعرض بعنوان الماء سر الحياة، معرض سنوي بينظمه البيت العربي، بيشارك فيه عدد كبير من الفنانين العرب وغير العرب من جنسيات مختلفة. بيشمل لوحات فنية بتقنيات مختلفة وأيضا لوحات تصوير ضوئي، وهذه هي اللي أنا قدمته اليوم شاركت فيه، هي لوحات مصورة. الموضوع اللوحات لازم يكون عن المياه، فهي كلها في عنصر الماء موجود في كل الصور. هي من أماكن مختلفة، بتظهر تقنيات الضوء، الإضاءة بالتحديد يعني. وهي كانت أول مشاركة لي في المعرض. أهلا ومرحبا بكم في معرضنا في هذا العام. لا، هي ليست المرة الأولى التي نقيمون معرض في هذا المكان، في هذا البرج المائي في فيينا، وهو أحد معالم فيينا. يكتسب هذا المكان أهمية كبيرة يعني مكان تراثي ومكان للعرض. نحن في البيت العربي النمساوي قمنا بتنظيم هذه الفعالية، وهي المرة الثانية التي نقيم فيها هنا في هذا المكان معرض، وهي فرصة كبيرة لمشاركة كثير من الفنانين العرب والأوروبيين والنمساويين بطبيعة الحال. أنا مشارك اليوم بأعمال فنية من نوع آخر، يعني أنا حاولت أن أقدم في هذا المعرض نوعية جديدة. أنا أرسم بالألوان الزيتية ولدي عدة تقنيات في الرسم، لكن كان لدي فكرة بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية أو الدارات الكهربائية، لأن كان لون هذه الدارات يفتني، هذا اللون المتدرج بين الأخضر والأصفر والذهبي. ونشأت فكرة لماذا لا يعني نشكل أي عمل فني من هذه
الدارات او المخلفات او البقايا. لذلك قمت ب يعني عمل تجميع ووضع للافكار واعاده تشكيل هذه الاعمال بطريقه فنيه وذات مدلولات ومعاني. انا اتمنى من كل زوار هذا المعرض الاستمتاع بجميع الاعمال الفنيه لزملائي، وبطبيعه الحال هذا حركه فنيه وحركه ثقافيه في فيينا يعني ماتعه وممتعه، واهلا ومرحبا بكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بتشرف هنا في البصر بيت. ده صرح من النمسا وعريق جدا، واحنا بنمتاز النهارده ان احنا بنزور هذا المكان البصر بيت من خلال هذه اللوحات. طبعا الاستاذ محمد عزام هو صاحب اكبر كميه من اللوحات ديت. والاستاذ عزام برضه معروف ان هو رئيس البيت العربي النمساوي، وراجل يتميز بخلق حميده وفن وادب. الاحتفاليه النهارده في احترام هذه الفاعليه لبصر بيت. طبعا تم من فتره طويله التوضيح لهذا المكان. الاستاذ محمد عزام هو القائم بمعظم الحاجات، ومع الاستاذه مها سعد الدين واصدقائه واصدقاء البيت يعني عموما. واحب اقول بس الجاليه المصريه عندنا كانت نشطه جدا وما زالت طبعا، وفيها كوادر كويسه، وبرضه العرب لهم انشطه جميله جدا موجوده معانا. احنا بنحاول ان احنا في الغربه ان احنا نعمل مجتمع كويس يعبر عن طبيعه بلدنا وطبيعه بلاد العرب، مش بلدنا احنا كمصريين بس، العرب عموما يعني برضه. وبرضه اظهار الجانب الفني لكل العرب الموجودين سواء مصريين او غيرهم.